مساء الورد على أحلى متابعين. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله كله بخير. اليوم حبيت أزرع وياكم البامبو اللي عصا موسى اللي قبل فترة اللي صفرت عندي وقصيتها وأخذت الأفرع مالتها وقلت لكم أجذرها. هاي مثل ما تشوفوها أجذرها وبعدين أزرعها. اليوم حابة أزرعها بعد. هاي مثل تشوفون الجذور طلعت بيها. طبعا أنا أخذت عندي بعد بامبو هم نفس القياس مطلعة، أخذتهم طبعا لأن حتى أسويهم بسندانة وحدة تعطيني، لأن وحدة ما تعطيني منظر حلو، فأخذت بعد من عندهم ونفسهم من نفس القياس وجذرتهم، وهسه راح أزرعهم بهاي السندانة. طبعا هاي التربة مثل ما تشوفوها بتموس وبرلايت، تكون تربة هي خفيفة حتى هسه أزرع بيها. طبعا حأعمل ثقوب للأغصان بالتربة حتى أعرف وين حزرع الوحدة عن الثانية. هاي مثل ما تشوفون هنا هسه دا أسوي فتحات بالتربة حتى أخليهم متساوين بالزرع. أتمنى تحطوا لي لايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وأكون ممنونة من عندكم. هاي بعد ما عملت الفتحات هسه راح أخلي كل غصن بفتحة من هاي الفتحات. طبعا عندي هاي الورقة مصفرة هسه أقصها وأتخلص من عندها لأن ما تفيدني بعد، وثانيا تأخذ من تغذية باقي الأوراق، فهسه أقصها. هاي مثل ما تشوفون كل وحدة خليتها بالفتحة اللي خصصتها إلها، وأحاول أرص التربة عليهم حتى يطلع الهواء من عندهم، وأرتبهم أخلي وحدة قريبة على الثانية ومستقيمة تكون، ما أحبها مائلة، تكون أحلى مستقيمة وحدة جنب الثانية، وراح تعطيني منظر حلو كأنما نبتة وحدة مزروعة. بعد ما رصيت التربة عليهم هسه راح أسقيهم سقية. طبعا هو التراب اللي زرعت بيه هو يعني بيه مي ساقيته أني، وهسه راح أسقي أكمل. بعد ما زرعت النبات أحاول أسقي مرة ثانية. هاي مثل ما تشوفون، وهاي النبتة هيجي صارت عندي حلوة. ثانيا عندي التسميد مالتها، طبعا كل 15 يوم أسمدها سماد NPK المتعادل. ولو هسه حاليا هو النبات في حال السكون، يعني ما أي نبات هسه عندكم ما تظهر عليه أوراق جديدة إلا ما قلة أتصور. إن شاء الله على الربيع يطلع نبات جديد. والسقي مالتها كل ما تجف التربة أسقيها حسب احتياج النبتة أو كبر السندانة أسقي، ما أجي أغرق النبات وهو ما يحتاج إلى سقي مثلا كثير، فهيجي حالة راح يضر عندي الجذور مثل ما تعرفون. طبعا اللي عنده بامبو وعنده هيجي أغصان ما أنصح بيها تقطفوها وتزرعوها بسندانة، لأن تكون بعدها صغيرة ومو يعني نادر ما تعيش. فأنا هسه زراعتهم وإن شاء الله يعيشن وأراولكم إياها من كبرن. هاي مثل ما تشوفون هذا النبات بعد ما زرعته وسقيته، وإضاءة طبعا معتدلة ومكان واحد طبعا تخلوه، مو يوميا مثلا كل كم يوم ناقلين من مكان إلى أي نبات. هو ما يحب يتنقل من مكان لمكان، من تحطوه بمكان واحد تنتبهون المكان اللي انتو حابين تخلوه هنا، بعد مرة ثانية ما تشيلوه. أتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو.